السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا موضوع حول ركوب الخيل اللي ما مركوب هواي اكثر من 3 اشهر 4 اشهر. عندنا هذا حصان ما مركوب هواي، تبغى تشوفون خوفته رجفته، شوفوا الجسم شلون يتحرك، جدا خايف، والركبة جدا ثقيلة. نتيجة تليين الركبة اللي راح نسويها بهالمقطع ان شاء الله، مقطع التصوير حتى نصورهم التليين. يا الله نبدأ بأول خطوة اخوان اللي هي ايدك والرشمة. ايدك والرشمة. ابو شيهان وضح لنا شلون لازمة الرشمة. الرشمة اهم شيء تخليها بايدك اليسرى او اليمنى، اليمنى كافضلية لليمنى. تربط ايدك اليمنى من هنا، تربط ايدك. خاف الحصان حاول انه يعلق او يشنق، خاف انه حاول يعلق او يشنق وتطيح منه لا سامح الله، فظل وحاول يهرب، فظل ايدك وين؟ على الرشمة وتقدر تسحله بهالطريقة مثل ما تشوفون اخوان. عينك على الرسن، تعال اسف، عينك على الرسن هنا، شوف من راح اقلبه على الرقبة شلون راح يرجع لورا. شوف الدقريوس، هذا يدل على سوء التدريب. من سوء التدريب اللعب التربيع انه يخلي الحصان يرقص، هذا يمنعه من الاطراء. وهذا الشيء مو غريب على الحصان الاهواز، لان دائما الخيل الاهوازيه راح اخليكم مقطع هنا الحصان الاهواز شلون يركض. هاي طريقه الركوض مالتها، او الهذب او الفتح اصلا، هاي طريقه الخيل الاهواز. هذا الحصان الام اهوازيه، العفو الام صقلاويه، صقلاويه الجدران، والابو هوازي. مثل ما تشوفون تراكيب ضخامه وجسم ما شاء الله تبارك. ما شاء الله تبارك الله. هسه ان شاء الله بفضل الله راح نبدا التليف. راح نبدا بهاي الركبه، لان الركبه ذيك اشتغلناها من زمان. تشوفون تحاول ترد الحصان لورا، تحاول ايد تلزم منه. اهم شيء هذا الافر تخليه هنا على الجام، لان حتما الحصان راح يرجع لك، وحتما شوف المسافه بينه وبين رجل الحصان، حتما الحصان راح يضربه. شوف هسه نرجع، شوف الطريقه شلون خايف الحصان. جيب هذا الصوت، طمن الحصان انه ماكو شيء يدل على الصوت. بس اطمن. اهم نقطه بالتطمين انه الركبه. النبي محمد اقطع كلامك بخير ابو شيهانه. النبي محمد وصى بركوب الخيل طبعا، وبعد كم شغله وصى بيها. طبعا وصى بالحديث الشريف انه الخيل معقود في نواصي الخير الى يوم القيامه. احسنت. احاديث. تحط ايدك على راسه اهم شيء من هنا وتلوف الركبه، حاول تلين الركبه، حاول توقف الحصان. الصوت حاول توقف مثل ما تشوفون فوق. بهالطريقه وقفنا الحصان، لينها الصوت وتوقف مثل ما تشوف. تمسك الحصان حجه، طق عليه من كل الاماكن، وتنزل. هاي المنطقة احذر منها. هاي يا منطقة ابو جاسم، هاي المنطقة احذر منها. هاي المنطقة دائما يطق عليها. هاي التمرين الاول خلص. شوفوا طبعا اخوان، اهم شيء هاي المنطقة هي منطقة الركوب، انه تطق عليها خفيف، لا قوي ولا حيل. عاشت ايدك. شوفوا طبعا في حالة همين نسحب اللجام. طبعا المفروض بهالطريقة انه نطمن الحصان. اذا ما استجاب للتطمين نعيد الحالة. ارجع محمد. بهاي الحالة انت جسمك لازم مطابق للكتف، لان اذا طابق هنا راح يرجع رجله لورا ويصق لك بهالطريقة هيك ويضربك. انتبه دائما. خلي الكتف هالصوب، ها الحيوان بدا يهمش. اذا كنت ناوي الركوب بهالطريقه ركبنا
السيارة دير بالك. ركبة ثقيلة كلش. ضرب يا مسيد. يهمك. ضرب عند الركبة. جايك. اخوان اهم نقطة بتلين الركبة انه الرسن اذا قدرت لهالصوب وهاي الصفحة لو سحبت هاي الصفحة من هنا تمام، الرسن لو سحبت الصفحة من هنا ما استجاب ايدك بدفع هاي الصفحة مثل ما اشوفها هذا رسن حجرة ادفع اثنين هنا اليمنى واليسرى ادفعها سويا بهالصوب دفعت الحيوان. اهم شيء انه الشد على الحيوان اهم شيء. تقوية الركبة، قوة الركبة وتأثير الرقص والتربيع انه الحصان يجيبك على الحائط. اكثر مقاطع التربيع الحصان يجيبك صوب الحائط مثل ما تشوفون جاء من صوب الحائط. اهم شيء انه تخوف الحصان. بس هاي نقطة راح نشتغل عليها اخوان 4 ايام فما فوق. ما تشوفون هسه ورا النزلة هاي راح نركب ركبة ثانية بدون تلين. شوف الحصان ما صار يرد ردة خوف او ردة فعل. النقطة هذه لازم تركز على نقطتين. بداية الفيديو من لفنا رقبته هالصفحة تلف الركبة الثانية هالصفحة. احنا سوينا لكم تمرين واحد، باكر ان شاء الله او عقب باكر حسب وقت الفراغ راح اصور لكم فيديو كامل وتركيب السرج، لان حيوان الغراض من المصراع واللجام والرشمه لكن يتطبع مع الوقت. نشوفكم بالحلقه الجايه، مع السلامه، في امان الله.